دي صينية بطاطس عبارة عن بطاطسيتين كبار جدا، قطعتهم قطع مش سميكة رفيعة، وقطعت عليهم بصلاية كبيرة وقرن فلفل رومي، وعندي بانيه كان متقطع شرايح كنت هعمله حاجة فحطيتها فيهم، وهسويها وهتبقى صينية بطاطس تعمل جنبيها رز، لأن احنا لسه مخلصين فتة فمش عايزين ناكل بروتين كتير قوي عشان النقرس. وهحط عليها طماطم، دول 3 طماطمات كبار هحطهم، واذا لقيت ان هي محتاجة، هما بيحبها ناشفة جدا اصلا، فهنجرب دول ونشوف كفوا ما كفوش هنجيب قطعتين عليهم. شكلنا هنزود كمان، عملت كمان 2 وهزودهم عليهم عشان التانيين ما كانوش مغطيينهم، عشان تستوي متتلساش وتلاقي حاجة ما تخش الفرن ايه تظبطها شوية، وكده يبقى صينية بطاطس. هنقلبها، وحطيت ملح وفلفل اسمر وكزبرة، وهحط شوية بابريكا صغيرين. هنا خلاص هي كده مظبوطة، واحنا مش بنحب فيها الصلصة كتير، ولما بتتحط في الفرن بتنشف، احنا بنحبها ناشفة شوية، فالصلصة كده كتيرة، لما هتغلي وتبخر شوية هتبقى كويسة ان شاء الله. وهو ده صينية البطاطس خفافي كده.